أسرع فطار في رمضان، دول لفتين جلاش قطعناهم شرايط كده زي ما انتم شايفين، وهنقسم الكمية نصين. جبنا صينية الفرن ودهناها زيت أو سمنة من تحت علشان الجلاش ما يلزقش، وهنبدأ نحضر السوائل اللي الصينية هتستوي فيها. لفة الجلاش بتاخد كوباية لبن وبيضة وتلت كوباية زيت، ملح وفلفل، وكمان ما ننساش معلقة صغيرة من البيكنج باودر علشان يبقى مورق كده وهش وما يبقاش كله يعني يتحول لعجينة أو يبقى مكتوم. هنحط اللحمة المفرومة في النص، وكمان هنحط النص التاني من الجلاش فوقها، ونساوي كده ونحاول ان احنا ما نجيش في الاطراف ونحط لحمة علشان ما تتحرقش مننا. ونوزع كويس ونبدأ نكمل تاني من السوائل اللي احنا حطيناها دي لحد ما نخلي كل الصينية تاخد من الشوربة دي او من السوائل. وبعدين بقى نحطها على فرن سخن درجة حرارة 180، مش هيقعد كتير، ممكن حوالي تلت ساعة او نص ساعة. هيستوي بسرعة ويتقطع ويبقى مورق وطعمه تحفة جدا، جربوها يعجبكم.